بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبنائي طلاب الصف الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في درس مسجل جديد بعنوان الأخوة الإيمانية. أهداف درسنا اليوم: أولاً أن نسمع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن الأخوة الإيمانية، ثم أن نتذكر مع بعضنا معنى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نبدأ مع الهدف الأول، وهو تسميع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. سأقرأ الحديث مرة ثم أترك لك المجال لتقرأه بعدي يا بني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الآن حان دورك. ممتاز، بارك الله فيك يا بني. إذن أخبرني، ماذا تفعل لو كنت متفوقا في مادة اللغة العربية وطلب منك زميلك المساعدة؟ أحسنت، تشرح له ما صعب عليه فهمه. وماذا تفعل إذا تعثر جارك وسقط منه ما يحمله؟ ممتاز، تساعده في النهوض وتساعده في حمل ما سقط منه. نمر الآن إلى الهدف الثاني، وهو أن نتذكر معاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. تعلمت من الحديث أن أحب للناس ما أحب لنفسي، أن أشارك أصدقائي وجيراني أفراحهم، أن أعامل الآخرين بلطف واحترام. الآن سنقوم بتلوين ما أحبه لنفسي وما أحبه للآخرين. السعادة، أحسنت، ألونها. المرض، لا أحب المرض، لا لنفسي ولا للآخرين. الرسوب، لا أحب الرسوب لنفسي ولا أحبه للآخرين. النجاح، أجل، أحبه لنفسي وأحبه للآخرين. الصحة، نعم، أحبها لنفسي وأحبها للآخرين. الكسل، لا أحبه لنفسي ولا أحبه للآخرين. ممتاز. الآن نلاحظ هذه الصور مع بعضنا ونذكر المواقف التي أحب فيها الخير للآخرين. لا أرضى الأذى لغيري، أحسنت. أشارك زميلي في طعامي. أتمنى الشفاء للمريض. أدعو جاري للصلاة معي. ممتاز، بارك الله فيك يا بني. نتذكر مع بعضنا الحديث في نهاية درسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية درسنا. ما بقي لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.